محمد صبحي في الانفرادات حرفيا ضايع عنده مشكله في الانفرادات. يعني عندك الجون بتاع غزل المحله ده طبيعي وبديهي. محمد صبحي وهي الكره بتتلعب بالعرض للاعب اللي حطها جون، ان هو لحظه ما اللاعب ده استلم الكره يلاقي محمد صبحي قدامه على طول، خد خطوتين ثلاثه وقفل عليه الجون، او لحظه ما اللاعب بيبص في الارض عشان يركن الكره يكون محمد صبحي قفل عليه الجون. وده اللي بيميز محمد الشناوي في الانفرادات، مميز جدا في الموضوع ده، وده اللي بيخليه دايما بتلاقيه بيصد انفرادات كتير. وبرضك مصطفى شوبير نفس الكلام. انما محمد صبحي في اللقطه اللي ظهرت قدامك دي حرفيا هو وقف وساب بينه وبين اللاعب حوالي 3 ياردة. طب ما انت كده سبت له فرصه ان هو يقف ويبص براحته ويركنها لك كانه بيشوط لك ضربه جزاء. انت لما بتطلع بتقرب عليه بتقفل عليه الجون وبتضيق عليه الجون وبتخليه مش عارف يحطها ازاي، بتصعبها عليه حرفيا. انت دايما بتسهلها عليه وبتخلي العمليه سهله. لازم صبحي يتطور في الموضوع ده، هي دي بس الحته اللي ناقصه صبحي. انما هو كتسديدات عليه ممتاز، في العرضيات ممتاز، بس عايز يتطور ويشتغل على نفسه في موضوع الانفرادات دي. سلام يا اخويا.